سمعت سالي بنت عمتي بتقول يوسف رجع يا ماما رجع. سبت الموبايل من ايدي وجريت وانا مش مصدقة اللي بيتقال. خرجت من الأوضة وشفته كان بيسلم على عمتي وبعدها سلم على سالي أخته، وانا واقفة في وسطهم تايهة مش عارفة اعمل ايه، اسلم عليه ولا اعمل ايه. هو لسه ابي يوسف وانا روز البنت الصغيرة. قطع تفكيري صوته. ايه ده؟ احنا كبرنا خالص يا انسة روز. الحمد لله على سلامتك يا ابي. الله يسلمك يا جميل. شفتي يا يوسف روز اللي سبتها طفلة بضفاير كبرت ازاي وبقت عروسة؟ دي بقت في تانية ثانوي، كلها سنة وهتبقى طالبة جامعية. شوية ومش هنلحق على العرسان اللي هكون على الباب. تخلص تعليم هي بس، وانا هجوزها محسن صاحبي. عن اذنكم طيب هروح اكمل مذاكرة. سبتهم ودخلت اوضتي وانا متضايقة ومبسوطة في نفس الوقت. رجع اللي كان احن عليا من كل الدنيا. رجع اللي مش بخاف منه، عشان عارفة انه هيحميني برجولته، مش هيفرضها عليا. كان بقاله 3 سنين في الكويت عشان شغله ولسه راجع النهاردة. فاكرة كويس قبل ما يسافر لما قلتله اني بحبه وضحك. ضحك عليا وقال ان هو ابي يوسف، وانا زي بنته بالظبط، وان اركز في دراستي وان الحب ده بتاع الكبار. يا ترى قابل بنتي في الكويت وحبها؟ يا ترى لسه شايفني طفلة؟ وقاعدة بفكر وصوت سالي قطع تفكيري. تعالي يا روز ساعديني في تحضير الاكل. حاضر جاي اهو. خرجت من الأوضة على المطبخ من غير ما أبص عليه، هو قاعد في الصالة بيتفرج على التلفزيون. ودخلت المطبخ ساعدت سالي في الأكل، وقعدنا كلنا ناكل وهو بيحكي عن أيامه في الكويت. وما كانش بيبصلي ولا مهتم خالص. خلصنا الأكل وعملت لهم شاي وهو لسه برضو مش بيبصلي ولا مهتم. حبيت ألفت انتباهه، استأذنت منهم وخدت موبايلي ودخلت الأوضة. رنيت على سلمى صاحبتي، حكيت لها على اللي حصل كله. بس كده يا ستي، وانا بكلمك دلوقتي عشان يشك اني بكلم حد ويجي يسألني. مش عارفة يا روز، خايفة تعشمي نفسك في حبال دايبة للمرة التانية. طب اعمل ايه؟ طيب قوليلي وانا والله هسمع الكلام. بصي، مش احمد معجب بيكي؟ ايه دخل ده دلوقتي؟ يا بنتي اسمعي، معجب بيكي وعايز يتقدملك صح؟ صح. خلاص كلميهم في البيت، نشوف رد فعل يوسف هيوافق ولا هيتضايق، هيزعل ولا هيفرح، هيغير ولا عادي. انت شايفة كده؟ اه طبعا. خلاص ماشي. دلوقتي بقى اضحكي بصوت عالي. هضحك ليه طيب؟ اضحكي وخلاص يا روز. حاضر. ضحكت اهو بضحكتي اللي بترن وتزلزل زي الجرس. جدعة. طب ليه خليتيني اضحك بقى؟ هتعرفي بعد 1 2 3. قالت 3 من هنا ولقيت الباب بيخبط. بتكلمي مين يا روز؟ دي واحدة صاحبتي يا أبي. انتي مش عندك مدرسة الصبح؟ طب يلا نامي. حاضر. حاضر. سابني وخرج وانا نمت، وانا بحلم وبعمل مليون سيناريو في خيالي انه ممكن نبقى لبعض. ايه يعني اكبر مني ب9 سنين؟ السن مجرد رقم. وتعبت من كتر التفكير ونمت. وصحيت تاني يوم عشان اجهز للمدرسة. وجهزت للمدرسة، وكان مصمم ان هو اللي يوديني. عدت الايام ولسه بيتجاهلني، بيوديني المدرسة ويجيبني بس بحدود. هو ابي يوسف وانا روز. عدى اسبوع وقررت اقول لهم على عريس زي ما سلمى قالت لي. كنا قاعدين بنتفرج على فيلم. عمته بصراحة كنت عايزة اقول لكم على حاجة. خير يا حبيبتي في ايه؟ بصراحة يعني كده، متقدم لي عريس. كان قاعد بيتفرج على التلفزيون، اول ما سمعني بقول كده عدل نفسه بقى يبصلنا.
يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، هنفرح بيكي يا روز. لازم نجهز الفستان بقى. هو ايه اللي ألف مبروك وفستان ايه؟ مش نفهم مين ده وابن مين وايه أصله؟ صح يا ابني صح. مين هو يا روز؟ هو يبقى أخو واحدة صاحبتي. شغال ايه؟ بيعمل ايه؟ عنده كام سنة يعني؟ هو محاسب في بنك وعنده 25 سنة، هو ده بس اللي أعرفه. مفروض لما تخلصي تعليمك. بس يا أبي ممكن يبقى خطوبة سنة لحد ما أخلص تالتة وبعدين نتجوز وهكمل تعليم في بيته. ده انتي مرتباها بقى. مفيش جواز، انتي لسه صغيرة، صاحبتك دي كلامك وخروجك معاها يبقى بحدود. هو حضرتك بتتحكم فيا كده ليه؟ كبرنا وبقينا بنرد كمان. على اوضتك يا روز. جريت من قدامهم وانا دموعي على خدي، مش عارفة افرح اني حسيت انه غيران ولا ازعل من تحكمته. حكيت لسلمى وقالت كده كله ماشي تمام. وجي تاني يوم مكنتش عايزة اروح المدرسة عشان ما يوصلنيش واشوفه. مش عايزة اشوفه. قطع تفكيري صوته من بره باب الأوضة. معاكي 10 دقايق يا روز وتجهزي. نفخت وقمت لبست وخرجت، كان مستنيني تحت البيت بعربيته. وركبت جنبه من غير ولا كلمة. مشي في طريق غير طريق المدرسة وكنت واخدة بالي وساكتة. بقينا قدام النيل وركن العربية. قال لي انزلي ونزلت من غير ولا كلمة، نزل ورايا وقفنا قدام النيل من غير كلام. واقفين ساكتين مركزين مع موجات النيل وانعكاس لون السما. بتحبيه؟ هو مين ده؟ العريس. لأ. امال عايزة تتجوزي ليه؟ مش عارفة، بس عايزة البس فستان ودبلة وافرح. نقوم نتخطب لأي حد وخلاص. افرضي اختيارك غلط. صح، مفكرتش في كده. انتي لسه صغيرة، لسه هتحبي وتتحبي. ما اظنش، ممكن عيني تحب كتير لكن قلبي محبش غير مرة واحدة. ومش هيحب تاني. ايه الكلام الكبير ده؟ ولا كلام كبير ولا حاجة يا أبي، ده إحساس. روز، أنا بالنسبة لك إيه؟ أبي يوسف طبعا. غير أبي يوسف. ابن عمتي وأخويا الكبير. يعني الموضوع بتاع زمان شلتيه من دماغك؟ لأ طبعا. قصدي من زمان. روز. لأ يا يوسف لأ. ومش بإيدي أنا أعمل إيه. قلبي بيحبك وعناية بتحبك. والحوار بتاع امبارح حبيت أعمله عشان ألفت انتباهك مش أكتر. ما أنا عارف عشان كده جبتك نتكلم. مش بإيدي والله يا يوسف. على فكرة، أنا لا يمكن أقبل إنك تتجوزي أي حد غيري. ماشي يا أبي. إيه؟ ثانية واحدة. أنت قلت إيه؟ قلت إن من أيام ما كان عندي 5 سنين وأنا اللي كنت مربيكي. قلت إنك كبرت على إيدي، قلت إن ما ينفعش أخلي حد ياخد حاجة بتاعتي. أربي وأكبر. وغير يجي ياخد عالجاهز ليه؟ انت تربيتي يا روز. تفكيرك وهوايتك وأسلوبك وشخصيتك كل دول نسخة مصغرة من يوسف. يعني بتحبني زي ما أنا ما بحبك. بالظبط كده. يا يوسف أخيرا. ده انت كنت حلم بعيد قوي، مش قادرة أصدق إن ربنا يحقق لي حلمي. لأ صدقي. عدى أيام على الاعتراف الجميل ده. حكيت لي سلمى وسالي وعمته كانت واخدة بالها من غير ما أحكي. عدت الأيام وحبنا لبعض بيزيد ويكبر. لحد ما جاتلي رسالة من رقم غريب. يوسف مش بيحبك يا حبيبتي. انت بالنسبة له طفلة، يوسف بيحبني أنا. والدليل إنه عندي في الشقة، ولو مش مصدقة تعالي شوفي بنفسك. بعتت الرسالة ومعاها عنوان البيت وصورة ليوسف نايم على السرير. مش عارفة اكدبها ولا اصدقها. اروح ولا ما اروحش. هروح عشان اثبت لنفسي ان يوسف مش خاين وان دي كدابة. لبست وخدت اوبر للعنوان اللي في الرسالة. شوية وقت وكنت وصلت المكان. وفتحت الباب بنت شعرها احمر حاطة ميك اب كتير ولابسة لبس قصير. ضحكت لي وشاورت على الأوضة.
مشيت معايا لحد باب الأوضة وفتحت النور والباب، وكان فعلا نايم جوه. جريت وانا مش مستوعبة إيه اللي بيحصل، مش عارفة اعيط، الدموع مش عايزة تنزل من عيني. روحت البيت وانا لسه في حالة ذهول، مش عارفة منين بيودي على فين. قررت اني مش هسأل حد من صحابي اعمل ايه، لان انا هتصرف من دماغي، مش هاخد رأي حد في قراري. وتعاملت معاهم عادي في البيت، وفضلت سهرانة لحد ما يجي عشان اتكلم معاه. ساعة ورا ساعة وجه، بس بعد انتظار طويل. كنت قاعدة في الأوضة وبشرب هوت شوكليت بالمكسرات، مكسرات اللي أنا مكسرة أكتر منها. انت لسه صاحية يا روز؟ انت كنت فين يا يوسف؟ انت لسه صاحية يا روز؟ انت كنت فين يا يوسف؟ يعني ايه كنت فين؟ ما تردش على سؤالي بسؤال، كنت فين؟ كنت عند واحد صاحبي. بتسألي ليه بقى؟ كان نفسي ما تكدبش، كان نفسي اللي شافته عيني يكون كدب. مش فاهم كدب ايه وعينك ايه. حصل يا روز؟ حصل ان انت خاين، حصل انك مستهون بمشاعري، حصل انك مغفلني. اكيد قلتلي انك بتحبني عشان تخليني موافقش على العريس، وتفضل حضرتك بتوهمني بحبك لحد ما اخلص تعليم، صح؟ ايه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ احنا كنا كويسين الصبح. يوسف، انا شفت بعيني. شفت ايه؟ شفت خيانتك. طيب ممكن تفهميني بقى شفتي ايه؟ لا، مش هحكي ومش هعاتب، ما كلنا كبار وعارفين احنا بنعمل ايه. احنا هنخيبه ولا ايه يا يوسف؟ روز، انا مش طايق نفسي، انت عايزه ايه دلوقتي؟ اقولك خلي الكلام لبكره عشان نتفاهم. ولا بكره ولا بعده. انا مش عايزاك في حياتي، ولا ابن عمه ولا اخ ولا حبيب. مش عايزاك بشكل نهائي. وانا كلمت عمي يجي بكره ياخدني اعيش معاهم، وهو مرحب جدا بالموضوع ده. يا بنتي انت تعبانه في دماغك، حصل ايه؟ فهميني. ابقى اسأل ام شعر احمر يا يوسف، وكفايه استهبال لحد كده. انا مش ساذجه للدرجات دي. اول ما سمع كده ساب لي الاوضه ومشي. وما عيطتش لان دموعي خلصت، دموعي خلصت من ايام ما كان عندي 5 سنين، وحصلت الحادثه اللي خدت مني اخواتي وبابا وماما. ومن يومها كان هو ليا الاب والام والاخ والاخت وكل حاجه. بس دلوقتي كل حاجه راحت، نفس الحادثه بس بطريقه مختلفه. نمت وصحيت تاني يوم مجهزة شنطته ومصممة اني همشي. كان على عيني زعل سالي وعمته، بس ما اقدرش اعيش في مكان هو فيه. وجه عم خدني ومشيت قدام نظراتهم كلهم، بس كان بارد، ما قاليش ما تمشيش، ما تحكمش فيا زي كل مرة. ساعات وكنت وصلت بيت عمي، سلمت على مراته وولاده وقعدت معاهم شوية، ودخلت اوضتي عشان ارتب هدومي. يا ريت لو اعرف ارتب قلبي زي ما رتبت هدومي، يا ريت لو اعرف انظم حياتي زي ما نظمت الاوضه. جه الليل ودموع اللي ما كانتش راضيه تنزل نزلت بس شلالات. ليه ما قاليش افضلي ما تمشيش؟ لو كان عمل كده كنت هفضل انا، بس كنت محتاجه يتمسك بيا. ليه ما تحكمش فيا زي كل مره؟ مفيش اجابه الاسئله دي غير اجابه واحده بس، انه ما حبنيش. مسحت دموعي وطبطبت على نفسي ونمت. عدت الأيام والليالي وأنا بحاول أتأقلم مع عيلتي الجديدة ومع أوضتي الجديدة. ركنت الحب على جنب، وهدفي دلوقتي أخلص دراسة وأسافر في بلد بعيدة، وأشتري شقة لوحدي أعيش فيها بعشوائيتي لوحدي، وأشتغل في شركة كويسة. بعدين أخلص وأروح الجيم. بعدين أروح البيت أشرب شاي أخضر مع أغاني أم كلثوم. بس أحلامي بسيطة، بس جيم إيه يا روز؟ فوقي ده انتي لو فردة الشبشب دخلت تحت السرير بتمشي في فردة واحدة. عدى سنتين وانا لوحدي، وكبرت البنت بتاعت تانية سنة وبقت في أولى جامعة، وعملت شغل خاص بيا، ولسه قافلة على حوار الحب. أما هو فكنت متابعة أخباره من بعيد لبعيد، أوقات بيسافر عشان شغله ويرجع تاني. كنت منتظرة طول السنين دول خبر خطوبته،
بس محصلش. كنت بغيب وازور عمته بس الأوقات اللي ما يكونش موجود في البيت. جه على بالي المكان اللي اعترف لي فيه بحبه. لبست ونزلت رحت المكان ده، وانا بعيد في المشهد يوم ما جابني هنا. ليه ما ينفعش نرجع لبعض؟ ليه ما يجيش يقول لي نرجع؟ ارد اقول له نرجع والدنيا تمشي. ليه الحياة مش بسيطة؟ او ليه انا كبرت الموضوع؟ بس لا، ما كبرتوش ولا حاجة، كله للخيانة. وكان في عمو بتاع حمص الشام واقف في مكان قريب مني ومشغل ام كلثوم، وجت الست ام كلثوم كملت حزني بمقطع يقطع القلب. اهرب على قلب اروح على فين؟ ليالينا الحلوة في كل مكان. اه يا ام كلثوم جيتي على الجرح. فضلت واقفة سرحانة بالساعات، همست وقلت: إلى أين يذهب الإنسان حين يتخلى عنه كل شيء؟ قلتها بصوت عالي قطعني صوت اللي بقالي سنتين ما سمعتهوش. بصيت ورايا لقيته واقف. ايه ده؟ يوسف؟ ما وحشتكيش؟ كنت فاكرك بنت هبلة هتتقمصي يومين وترجعي تحكيلي حصل ايه. بس امبارح اللي اتخاصمنا فيه عدى عليه سنتين يا روز. بتتكلم في اللي فات ليه يا يوسف؟ عشان اللي فات هو اللي جاي. صدقيني لحد دلوقتي معرفش انت بعدتي ليه، وقصدك ايه بخاين. استغربت اوي عشان عينه كان باين فيها ان هو صادق في كلامه. حكيت كل حاجة وكل اللي حصل من اول ما جاتلي الرسالة لحد ما سبت البيت، ووريته الرسالة اللي فضلت محتفظة بيها. كان بيسمع وكان منبهر اوي وكان في ذهول. اهي، عندك مبرر بقى للي حصل؟ ما عندكش، صح؟ شفت بقى ان معايا حق. اه، شفت انك عيلة فعلا وهبلة زي ما كنت فاكر. كل اللي قلتيه ده حصل، بس يومها صاحبتي دي رنت عليا، قالت لي تعبانة ومحدش معاها يوديها لدكتور، وما تعرفش حد في مصر غيري. ورحت بس كانت كويسة، فضلنا نتكلم شوية بعدين شربت قهوة. وصدقيني معرفش ازاي بس صحيت لقيت الوقت متأخر ونايم عندها. وده معناه ايه بقى يا يوسف؟ معناه انها عملت كده، قصدي يا روز انها حطت حاجة في القهوة، ومعناه انها كده بتحبني وانا رفضت حبها. معناه اني حكيت لها عليكي وحبت تفرقنا وعرفت تعمل كده فعلا. يوسف، انت متسرعة وغبية. زي ما سمعتي منها اسمعي مني، اتأكدي مني، قوليلي حصل كذا كذا. بلاها كنت خدي رأي سالي. كان هيعدي شهر اتنين وكانت هتقولي مش سنتين، وانا معرفش انا عملت ايه. ما كنتش اعرف. اتجننت لما شفتك عندها يا يوسف. عشان ما فيش ثقة ما بينا. لو كان في ثقة ولو 1% ما كانش ده حصل. عشان معرفتيش تحطي ليا مبرر. عشان قاسية وفضلت سنتين بعيد مش عايزة تقولي السبب. يوسف، انا اسفة. ولا كلمة يا روز، الكلام خلص دلوقتي. انا همشي وانت تفضلي معايا عشان اوصلك. ركبت معاه العربية وانا عمالة اعيط. ما قلتش ليه على الرسالة ساعتها؟ ليه كنت غبية كده؟ وصلني وما صعبش عليه دموعي. كنت كل يوم بلوم نفسي وأعاتبها على اللي حصل. عدى شهرين وهو رافض إننا نرجع. حاولت كتير والله، حاولت لحد ما ضهري اتكسر كفاية كده. كنت مقررة إني هسافر برا أكمل تعليم وأحقق أحلامي وأستقر هناك بقى. جه يوم السفر وكلهم كانوا موجودين عشان يودعوني ما عدا هو. معقولة مش عايز يشوف بنته اللي هتسافر في بلد غريبة لوحدها؟ مش هيجي يقولي لأ ما في السفر انتي لسه صغيرة؟ هو اللي طلع قاسي وقلبه حجر مش أنا. ودعتهم كلهم وركبت الطيارة وأنا دموعي منشفتش من خدي. كل حاجة ضاعت أو كل حاجة روحت. ممكن تقعديني جنب الشباك لو سمحتي؟ يوسف. اه يوسف يا قلبي يوسف. انت بتعمل ايه هنا؟ وانتي كنت فاكرة اننا هنسيبك تسافري لوحدك ولا ايه؟ ما عندناش بنات تبات برا البيت، هنخليهم يسافروا كمان؟ مبروك لحضراتكم. اتفضلوا، دي حاجة بسيطة من ترحيب الطيارة بمناسبة انكم عروسين. مش فاهمة حاجة، هو ايه اللي بيحصل؟
الحكاية وما فيها يا ستي اننا مسافرين سنة عسل. طب ازاي مش نتجوز الاول؟ ما احنا متجوزين. ازاي؟ من يومين كده مضيتي على ورق لعمك كان ورق جوازنا. من كتر الفرحة عيطت وقلت له يعني انت عريسي وانا عروستك. ضحك ومد ايده مسح دموعي. اه يا حبيبي، ولما نوصل هنجدد الجواز بفرح وكاتب كتاب تاني، فستان ابيض زي ما طول عمري نفسي اشوفك بيه. سامحتني يا يوسف؟ سامحتك يا قلب يوسف، انت مكانك هنا في قلب يوسف وعقل يوسف، انت بنتي اللي ربيتها على ايدي يا روز من قبل ما اكون اب. بحبك وبموت فيك يا اغلى ما امتلك. وانا كمان يا يوسف.